السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. طيب، شايفين الجمال دوت؟ احنا هنعمل الطاجن دوت بكل سهولة. طاجن ممكن تعمليه في العيد، مش هياخد معاكي وقت خالص، وهتبقى حاجة كده فخمة على سفرتك. الطاجن ده عبارة عن طاجن خضار باللحمة. كل اللي هتعمليه ان انت اي خضار عندك، بطاطس، كوسه، بسله، فاصوليا، فلفل، اي خضار عايزه تضيفيه عادي، مفيش اي ادنى مشكله. تمام. كل اللي هتعمليه ان انت هتخدعي عادي بصلايه، هتشوحيها في معلقه سمنه وزيت مع بعض، وهتنزل عليها بالطماطم، هتسيبيها بقى تغلي كده على النار لحد ما تتسبك. تمام. وتروحي سايباها. بعد كده كل اللي هتعمليه بقى تاني ان انت هتجيبي الطاجن بتاعك، هتحطي معلقه سمنه، عندك بطاطس، انا كده عندي هنا بطاطس وبسله وجزر وفلفل. دي الخضار اللي كان متواجد عندي، شوحتهم كده في معلقه سمنه كده في قلب الطاجن كده عشان ياخدوا يعني يتشوحوا كده بالسمنه، بيبقى طعمه طعم الخضار بيبقى حلو. في حاجات كده صغيره، تيست كده صغير بيبقى يتعمل بيدي للاكل طعم، زي مثلا تشويح الخضار في معلقه السمنه. بعد كده بنزل عليه بالتخديعه اللي انا قلت لكم عليها ديت، اتسبكت وجاهزه معايا اهي. هنزل واحده واحده واشوف إيه مقدار الكميه، على حسب الخضار بتاعي ياخد قد ايه. عندك اي لحمه، اي لحمه، اي نوعها ايا كان ايه هي، هتسلقيها عادي. لحمه مسلوقه، هتبداي تضيفي اللحمه بالشوربه. تمام. هتضيفي كميه اللحمه اللي انت عايزاها بحبه من شوربه اللحمه دي، يعني نبدا بقى ان احنا نقلب، بحيث ان انت تدي بدل ما تزودي ميه عشان تعملي صوص في الخضار، لا انت هتزودي شوربه بتاعه اللحمه، هتبقى اطعم واطعم كمان. فالموضوع سهل جدا وسريع، وزي ما انتم شايفين كده مخدش في ايدي وقت. لحمه جاهزه، التخديعه جاهزه، بتشوحي الخضار مع بعضه، اي نوع خضار متواجد عندك بتنزلي بالتخديعه، بتنزلي باللحمه وبالشوربه، وبتبداي كده تقلبي وتشوفي الدنيا فيها ايه. تمام. مش محتاجه حاجه تاني. تمام. بضيف ايه انا التوابل؟ انا التوابل بضيف لها ملح، كمون، فلفل اسود. طبعا الشوربه بتاعت اللحمه ببقى حاطه فيها توابل لحمه بقى، وقرفه وورق لوري وحبان والكلام ده، فبتبقى منكهه بالتوابل دي، فانا ما بضيفهاش في قلب الطاجن. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده ضفت التوابل كمان، وبدات ان انا اديها تقليبه كده، اشوف الدنيا فيها ايه، محتاجه شوربه تاني، محتاجه تخديعه تاني. اشوف الدنيا لما انا اقلبها فعلا لقيتها محتاجه تخديعه، حطيت بقيه الكميه، وضفت لها كمان برضو شوربه من شوربه اللحمه عشان تديني كده صوص حلو. المهم ان انتي بتخليها القوام بتاعها وسط كده، يعني فيها كده شوربه كده حلوه، عشان لما بندخل الطاجن الفرن لما يقعد يغلي ما يبقاش ماسك كده في قلب بعضه وتقيل، لا يبقى كده فيه شويه صوص، بحيث ان انت تغمسي بالعيش، تحطي على الرز، يعني ماشيه الاتنين من الناحيه دي ومن الناحيه دي. زي ما انتوا شايفين معايا كده، ضفت بقى شويه التخديعه اللي باقيين، وحطيت كمان الشوربه، وبعد كده سويت الطاجن بتاعي وحطيته في الفرن. ويا جماله يا جماله بقى، اللحمه مستويه بقى وبتقعد تغلي بقى في قلب الصلصه بقى والخضار بقى، وتطعم بكله لحد ما الخضار يستوي. اول ما الخضار بتاعك بيستوي بتروحي مطلعاه مقدماه. عملت معاه رز بشعريه وكمان طبق سلطه، وحطيت مخلل، جرجير، وعصير بقى فراوله، عصير اي حاجه، ده الموجود فضل ونعم من عند ربنا. الوجبه دي ممتازه جدا، جربيها تعجبك. السلام عليكم.